السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. فخامة الرئيس سياس أفورقي استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة القضية السودانية. وزير الثروة البحرية يعقد ندوة لطلاب كلية الدقيق للتجارة والعلوم الاجتماعية. تنظيم محاضرات توعوية حول الحد من الممارسات الضارة في الإقليم. بلينكن يدعو الولايات المتحدة والصين إلى إدارة خلافاتهم بمسؤولية. روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي في ارتفاع مستوى انعدام الغذاء. ارتفاع مستوى انعدام الغذاء في العالم. إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس سياس أفورقي صباح اليوم 25 من إبريل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للسودان السيد رمضان الأعماري في قاعة لندن. وأوضح فخامة الرئيس في اللقاء موقف إريتريا من القضية السودانية، وأشار إلى أن كثرة المحافل والمبادرات التي اتخذت لحل الصراع السوداني بدعوة الأطراف المتصارعة إلى مائدة السلام لم تثبت جدواها وفعاليتها، معبرا عن ثقته في أن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والتي تصب في دمج كل ذلك في آلية واحدة ستكون ذات نتائج مثمرة وستحظى بدعم من إريتريا. وأوضح فخامة الرئيس سياس أفورقي للمبعوث الخاص بأن الصراع السوداني فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية وتنافس القوى العالمية، مشيرا إلى أن من الضروري خلق أرضية ملائمة لحل هذا الصراع وإتاحة الفرصة لعودة الشعب السوداني إلى أرضه، موضحا بأن إريتريا قد أرسلت في العام 2022 رسالة إلى المجلس الانتقالي السوداني بخصوص وضع الأولوية لبناء السودان الموحد وتأسيس حكومة ومؤسسات سيادية. وبالرغم من هذه الرسالة وجدت قبولا من المجلس، إلا أن الخلافات التي نشأت لاحقا بسبب التدخلات الخارجية دفعت السودان إلى الانحدار إلى الأوضاع الحالية. وذكر فخامة أنه في هذه الآونة توجد جهات ذات مصالح تقدم المال والسلاح لإثارة الصراع وتعميقه، وأن هذا المال والسلاح يأتي مباشرة عبر حدود الدول المجاورة، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة للسعي لإيقاف ذلك. من جانبه نقل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان الأعماري لفخامة الرئيس سياس أفورقي تحية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما أوضح لفخامة الرئيس سياس أفورقي الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومؤسساتها من أجل إرساء السلام في السودان ومساعدة الشعب السوداني حتى لا يصبح ضحية اللجوء والتشرد. وحضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية سيد عثمان صالح، ومن جانب الأمم المتحدة ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد كياتا هواكي، ممثلا لمنسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلة فالاقي. عقد وزير الثروة البحرية سيد تولى غلاتي سيمينارا حول دور الشباب المثقفين في تنمية القطاع البحري لطلاب ومعلمي كلية الدقيق للتجارة والعلوم الاجتماعية. وقدم الوزير تولى خلال السيمينار الذي عقد لأكثر من 500 عضو في مجتمع الكلية في 24 من إبريل، قدم توضيحا مفصلا حول البحر الأحمر وأهميته وتطور التاريخي لقطاع الموارد البحرية في إريتريا وتأسيس البحرية الإريتري وأنشطته وأهداف ورسالة الوزارة. كما قدم عرضا شاملا عن أهداف قطاع البحرية الإريترية للحفاظ والاستخدام المستدام للموارد البحرية واحتياطيات الموارد البحرية في إريتريا، بالإضافة إلى الاستثمارات التنموية في قطاع الموارد البحرية وأهمية البحر الأحمر السياحية. وأكد أن الوزارة تعمل مع إصدار القوانين والتعليمات الخاصة بهذا القطاع تعمل على ضمان الحوكمة السليمة والاستخدام المستدام للأجيال القادمة، مضيفا أن دور الشباب المتعلم حاسم في هذا الصدد. وفي الختام قال الوزير تولي أن دور الكليات مهم في رحلة ضمان الحرية الاقتصادية وحث على المشاركة الفاعلة بما يتجاوز تدريب الموارد البشرية لضمان الاستخدام السليم للموارد البحرية لصالح الشعب. من جانبه دعا عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية السيد ستيفانوس هايلي مريم إلى التركيز
على هذا المجال، حيث تعميق معرفة الطلاب الشباب عندما يعرفون ويراقبون مواردهم البحرية بشكل صحيح. أقيمت لقاءات توعوية ركزت على القضاء على الممارسات البالية في الإقليم الأوسط في الفترة من 19 إلى 23 من إبريل، بالتنسيق مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والعدل والاتحاد الوطني للمرأة. وهدفت اللقاءات التي حضرها مدراء 16 مديرية وإدارات الضواحي ولجان حقوق الطفل وطلاب المدارس المتوسطة والثانوي، هدفت إلى القضاء على الممارسات الضارة من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة. وقالت رئيسة فرع العمل والرعاية الاجتماعية السيدة جمعة إبراهيم أن برامج التوعية ظلت تحقق نتائج مشجعة على أرض الواقع. وفي توضيحهم لعواقب ختان الإناث والزواج القاصرات، قال العاملون في مجال الصحة إن معدل انتشار عملية الختان وصل إلى أقل من 1% في العام 2022 وفقا لممسح إقليمي، داعين المجتمع والآباء للقيام بما يطلب منهم. وقال أمانة التزكي عضو مكتب المدعي العام أن المتعاونين والضالعين في ختان الإناث مسؤولون قانونيا، لأن ختان الإناث محظور بموجب الإعلان رقم 158 للعام 2007. وبالمثل فإن زواج القاصرات أيضا محظور بموجب المادة 583 من القانون المدني الانتقالي الإريتري، وهو عمل يعاقب عليه بالمسؤولية الجنائية بموجب المادتين 614 و 615 من القانون الجنائي الانتقالي الإريتري. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم الأوسط العقيد قبر يوهانس ودقرقيس أن الجهود المبذولة للحد من الممارسات الضارة يجب أن تكون مصحوبة بتدابير عملية وحث الجميع على لعب دورهم المنشود. ودعا المشاركون إلى توسيع عملية المراقبة لتشمل القرى واتخاذ الإجراءات التصحيحية ضد المنفذين. عقد فرع شباب الجبهة والاتحاد الوطني للمرأة اجتماعا تقييميا في ألمانيا، فيما عقدت المنظمات الوطنية لفروع جنوب شرق الولايات المتحدة مؤتمرا. وبحسب المصادر، أشاد مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية سيد كحسي تولي المشاركات الفاعلة في الاجتماع التقييمي الذي أجراه شباب الجبهة فرع ألمانيا في 20 من إبريل. وأشاد بالمشاركات الفاعلة في المؤتمر 18 للشباب الأوروبي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الذي عقد في إيطاليا، وكذا المؤتمرات المنعقدة على مستوى ألمانيا والنمسا، حثا على الاستعدادات الجادة تمهيدا للمؤتمر 19 لمنظمة شباب الجبهة الذي سيعقد في ألمانيا العام المقبل. وتبادل الممثلون العديد من المدن الألمانية ملاحظاتهم وتجاربهم مع أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع. وقدمت رئيسة فرع ألمانيا لمنظمة الشباب الجبهة الشابة سمهار قبرها بعرضا حول نشأة ورحلة وأهداف شباب الجبهة وحقوق وواجبات الأعضاء وطريقة إنشاء المجموعة وغيرها. وفي الختام اللقاء قدم القنصل العام في فرانكفورت السيد كبراب تخسته شرحا حول أهمية التنظيم والتخطيط. وفي الوقت نفسه عقد فرع المرأة في ألمانيا عبر تقنية الفيديو اجتماع النصف السنوي حضرته رئيسات الفروع في 20 من إبريل. وعرضت رئيسة الفرع السيدة لول تولي تقريرا عن الأنشطة التي تم تنفيذها، مشيرة إلى العمل المضاعف بالحفاظ على المكتسبات. وفي الختام أكد المشاركون أنهم سيعززون أنشطتهم بما يتماشى مع مهمة المرحلة الحالية. في غضون ذلك عقدت المنظمة الوطنية فرع جنوب شرق الولايات المتحدة مؤتمرا في أطلانتا تحت شعار فلنعمل اليوم لرفاهية القد. واستعرض المؤتمر الذي حضره رؤساء منظمات شباب الجبهة وكذا رؤساء الفروع والمجموعات تنفيذ خطط العام 2023 ونقاش خطط عام 2024. نظم في حاضرة إقليم جنوب البحر الأحمر مدينة عصف في الفترة من 20 إلى 23 من إبريل أسبوع تنظيم الشباب الطلابي تحت شعار تنظيم قوي جسر للتنمية الوطنية. وتضمن الأسبوع الذي نظم بمشاركة مدرستين متوسطتين والثانوية مسابقات ثقافية والرياضية، بالإضافة إلى فعاليات سياسية وتعليمية ومعارض ابتكارية وإبداعية ومسابقات معلومات عامة وأنشطة أدبية. وقال نائب مدير المديرية سيد برهاني كيداني ذاكرا أهمية الأسبوع أن بناء الشباب الأكفاء مسؤولية كل مواطن، داعيا لبذل جهود منسقة لمنع الشباب من التعرض إلى مدمنات غير مرغوب فيها.
وقال رئيس الشباب في المديرية الشاب علي أحمد حيو إن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع تهدفه في المقام الأول إلى استكشاف الإمكانات الشاملة للشباب داعيا لتعزيز دعم كافة الجهات. وحضر فعالية الأسبوع أكثر من 1900 طالب وطالبة. وأشار السيد عثمان محمد رئيس الشؤون السياسية بفرع الشباب إلى أن الأسبوع الشبابي سيستمر في مديريات الإقليم الأخرى. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين. وفي الوقت نفسه قام طلاب الصف العاشر والحادي عشر بجولة لزيادة معرفتهم حول موارد عصب السياحية وتراثها. وقال عيسى أحمد رئيس قسم السياحة في الإقليم أن الجولة ستعزز الدروس النظرية التي تم تدريسها في الفصل الدراسي. وقدمت جائزة عند مصر في مديرية ميمنة بالتنسيق مع مكتبي الشباب والتعليم في المديرية للطلاب المتفوقين الذين أحرزوا نقاط أعلى في امتحان الصف الثامن خلال العام الدراسي 2022-2023. وذكر مسؤول الشباب في المديرية الشاب يمان مداني أن عدد الطلاب الذين أحرزوا النقاط العالية يبلغ 41 طالبا بينهم 6 طالبات. من جهته حث مدير المديرية المقدم أبراهام هايلي الطلاب المتفوقين لمواصلة جهودهم دون الاسترخاء بإنجازاتهم السابقة. تخرج 30 امرأة في 23 من أبريل تم تدريبهن على الطبخ الغذائي في مديرية كرن حاضرة إقليم عنسبة. وكان الهدف من التدريب هو ضمان صحة الأمهات من خلال إطعام أطفالهن أغذية مغذية محضرة من مختلف المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه. وقد تم تنظيم التدريب بشكل أساسي للنساء في سن الإنجاب، حيث أن الطعام المغذي المجهز مهم جدا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر وسنتين. وحثت رئيسة المرأة في مديرية كرن السيدة فقورة سناي المتدربات على تطبيق الدروس المستفادة عمليا ونظريا في حياتهن اليومية وضمان صحة أطفالهن. وشجعت المهنيات المقدمات للتدريب شجعت الأسر على فهم فوائد البطاطا الحلوة وزراعتها في بيوتهن لأنها غنية بالمواد الغذائية. من جانبه حث مدير مدينة كرن السيد رزان آرايا ورئيسة المرأة في إقليم عنسبة السيدة أمن حسن المشاركات على مواصلة التدريب. استشهد اليوم 25 من أبريل المناضل استيفانوس آرايا عن عمر يناهز 90 عاما. والتحق المناضل استيفانوس بصفوف قوات التحرير الشعبية في العام 1975. وخدم إبان الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وقسم الزراعة وكذا قسم الاقتصاد. وبعد الاستقلال في الشرطة الإريترية وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. الشهيد المناضل استيفانوس رب أسرة وأب ل6 من الأبناء. وورى جثمانه الثرى اليوم 25 من أبريل في مقبرة الشهداء بأسمرة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين واشنطن وبكين إلى إدارة خلافاتهم بمسؤولية، مستهلا زيارته للصين بهجوم ناعم بينما تنتظره محادثات يتوقع أن تكون صعبة. وقبل يوم من لقائه كبار المسؤولين في بكين أكد بلينكين خلال زيارته زعيم الحزب الشيوعي في المدينة أن الرئيس جو بايدن ملتزم بالحوار المباشر والمستدام بين أكبر اقتصادين في العالم بعد سنوات من التوتر المتصاعد. ورحب السكرتير الحزب الشيوعي الصيني بالوزير بلينكين مشيرا إلى أهمية الشراكات الأمريكية للمدينة. استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار الأمم المتحدة برعاية الولايات المتحدة واليابان يدعو جميع الدول إلى منع سباق تسلح نووي خطير في الفضاء الخارجي. وجاء التصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بموافقة 13 عضوا، وعرضت روسيا وامتنعت الصين عن التصويت. ويدعو القرار جميع الدول إلى عدم تطوير أو نشر أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء على النحو المحصور بموجب معاهدات دولية للعام 1967 شملت الولايات المتحدة وروسيا، والموافقة على ضرورة التحقيق من الامتثال.
ويؤكد مشروع القرار ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك الالتزامات سياسية والصكوك الملزمة قانونيا مع إحكام مناسبة وفاعلة للتحقيق لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه. كشف التقرير العالمي للأزمات الغذائية عن ارتفاع غير مسبوق في مستويات انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، مبينا أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العام 2023 بلغ أكثر من 281 مليون شخص في 59 دولة، مقارنة بنحو 257 مليون شخص في العام 2022، وبزيادة مضطردة على مدى السنوات الخمس الماضية. وسلط التقرير الضوء على بؤر الجوع الشديد في العالم التي تسببت فيها الصراعات والأزمات الاقتصادية والصدمات المناخية، وبما يستوجب تدخلات ومساعدات إنسانية عاجلة. وأشارت منظمة الفاو إلى أنه من بين أبرز أزمات الجوع في العام 2023 هي معاناة سكان قطاع غزة وأزمة انعدام الأمن الغذائي في السودان. أفادت السلطات الأسترالية بجنوح أكثر من 160 حوت طيار قبال السواحل غرب البلاد. وأوضحت هيئة المتنزهات والحياة البرية في غرب أستراليا أن الحيتان جنحت في المياه الضاحلة بالقرب من بلدة سبور الصغيرة التي تبعد حوالي 250 كيلومتر جنوب بيرث، ونفق 26 حوتا بحسب ما نقلته هيئة البث الأسترالية عن متحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية. وجاء في التقرير أن المتطوعين يحاولون جاهدين إبقاء 140 حوتا آخر على قيد الحياة. ومن ناحية أخرى استخدمت أجهزة الطوارئ القوارب لمحاولة منع مجموعة أخرى من نحو 20 من الحوت الطيار من الجنوح أيضا. وبعيدا قليلا عن الساحل جرى العثور أيضا عن مجموعة من نحو 110 حيتان من المياه في المياه العميقة. تذكير بالعناوين مرة أخرى. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة القضية السودانية. وزير الثروة البحرية يعقد ندوة لطلاب كلية الدقيق للتجارة والعلوم الاجتماعية. توعية حول الحد من الممارسات الضارة في الإقليم الأوسط. بلينكن يدعو الولايات المتحدة والصين إلى إدارة خلافاتهم بمسؤولية. روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي. ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في العالم. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.